بسم الله الرحمن الرحيم، اخواني واحبائي اعضاء منتديات اف اكس اريبيا. حابب ارحب بكم في تحليل اسبوع جديد. وان شاء الله يكون تحليل اسبوعي مفيد لنا كلنا وتحليل تعليمي، وان شاء الله يكون فيه الخير ورمضان كريم على كل اخواتنا واخواننا الكرام اعضاء منتديات اف اكس اريبيا. هنبدا بازواجنا اللي احنا دايما بنحب نفضل ان احنا نحللها دايما، وهنشوف اليورو دولار. اليورو دولار زي ما احنا شايفين ان هو قدر ان هو يقفل شمعة الاسبوع الماضي هابطة، بالاضافة الى انها جاية مرتدة من عدة ارتكازات او عدة قمم سابقة هابطة. وده بيعطي بعض التفكير اننا قد نرى بعض الهبوط في اليورو دولار حتى مستويات 40 50 او من 40 30 وحتى 40 50، حيث الارتكاز على هذا الترند الصاعد اللي احنا شايفينه هنا اهوت. وبعد كده بعد الوصول إلى هذا الارتكاز بيبقى عندنا فرصة مرة أخرى للصعود مع الاتجاه العام الصاعد مرة أخرى، حتى نرى المستويات المرتفعة مرة أخرى. إذا إغلاق هذا الأسبوع قد يعني المزيد من أو قد يعني بعض الهبوط لليورو دولار. زي ما احنا شايفين في الفترة اللي فاتت كلها في ذبذبة عالية جدا على اليورو دولار، اللي طالع نازل واللي نازل طالع. شايفين هنا شكل الشموع للأسف شكل سيء جدا. وطول ما احنا لازلنا فوق مستويات 400، طول ما احنا فوق 400 اللي هو هذا الترند على فريم الديلي. اذا فاحنا يبقى هنصعد اولا. لو كسرنا 400 يبقى احنا قدامنا فرصة للبيع من الكسر هنا، وبهدف اللي هي 4000 اللي احنا قلنا ان هو الترند الصاعد مرة اخرى. إذا سنراقب هذا المستوى وهنشوف السعر هيعمل معاه إيه، مستويات من 400 ل 420، وهنشوف السعر هيعمل معاه إيه. قد يحدث هنا ارتداد وثم صعود مرة أخرى إلى هذه المستويات اللي هي شايفين هذا الترند المقصود، هذا الترند الهابط أو هذا خط القمة. يبقى هيكون لنا زيارة مرة أخرى عند هذه المستويات إن شاء الله. اذا هنراقب يوم الاثنين، لو في هبوط يبقى هنستنى ينزل شويه وناخده كمان من تحت، لو في صعود يبقى هنستنى هنشوف هيتعامل ازاي مع هذه القمم ومع كسر هذه القمم. هيبقى عندنا لو وصلنا لمستويات 4500 تبقى مستويات رائعه للشراء، وده هيكون بكسر كل القمم السابقه على اليورو دولار. آه، العمله الثانيه وهي عمله الباوند. آه، شايفين هنا الباوند ادي، شايفين على فريم الويكلي. برضو فريم الويكلي كان في اغلاق هابط للباوند دولار، وده قد يعني برضو المزيد من الهبوط للباوند دولار خلال هذا الاسبوع. زي ما احنا شايفين ان هو كان مرتد من اعادة اختبار لترند مكسور على فريم الويكلي، واغلق بشمعة هابطة، وده يعني ان احنا ممكن نشوف المزيد من الهبوط خلال هذا الاسبوع. لكن الباوند اللي ارتد من اعادة الاختبار للترند المكسور اللي احنا شايفينه من هنا، هو برضه مرتد من اعادة اختبار من ترند مكسور هابط، وده اللي ادى ان هو يصعد في خلال يوم الخميس والجمعة مرة أخرى، مرتدا من إعادة الاختبار للترند الهابط، ومرتدا من الموفينج 100 200 الأصفر على فريم الديلي. إذا مستوياتنا اللي احنا هنتحرك عليها خلال هذا الأسبوع ما بين 1600، وده متمثلا في ال ال القاع بتاع الاسبوع الماضي واعاده الاختبار للترند المكسور اللي احنا شايفينه، بالاضافه الى الموفينج افريج 200 على فريم الديلي. ده من اسفل، ومن اعلى هيبقى عندنا هذا المستوى، مستوى اللي هو 64 او 64 70 زي ما احنا شايفين هنا. ده مستويات خط قمم سابقة، بالإضافة إن لو طلعنا فوق الواحد 64 70 يبقى احنا أغلقنا إجباريا فوق الترند المكسور مسبقا، وده يعني المزيد من الصعود لو حصل هذا الكلام.
اتوقع اننا سنرى بعض الهبوط في بداية هذا الاسبوع، وبعد كده سنراقب هذا المستوى اولا في خلال بداية الاسبوع. بعد كده هنشوف هل في ارتداد ولا في كسر. لو في كسر يبقى هننزل للمستوى السابق التالي، واللي هو الترند الصاعد اللي هو عند مستويات 5900 زي ما احنا شايفين هنا. يبقى زي ما قلنا 600، لو نزلنا على 600 فاحنا هنوصل ل 5900 خلال هذا الأسبوع. لو طلعنا هنا هنوصل ل 6470 إلى 6500. لو وصلنا 6500 يبقى المزيد من الصعود حتى 6700، ثم حتى الواحد 7000 مرة أخرى. هنشوف عملة أخرى، وهي عملة ال الدولار فرانك. الدولار فرانك زي ما احنا شايفين، آه، طبعا زي ما احنا شايفين هو في اتجاه عام هابط منذ فترة. وزي ما احنا شايفين هنا هو كان يسير في قناة صاعدة، عفوا قناة هابطة زي ما احنا شايفين. طبعا شايفين الاتجاه، شايفين المنظر ماشي ازاي منذ شهور تصل إلى سنوات، هبوط كاسح للدولار فرنك. لكن في الأسبوع الماضي طبعا احنا لو حطينا الموفينج افريج 100 و200 هيبقى ما لهمش أي لازمة، إن هم أكيد هيكون في مستويات بعيدة نسبيا، طبعا لأن الترند العام هابط قوي يعني. لكن زي ما احنا شايفين على فريم الويكلي، أغلقت شمعة الويكلي الأسبوع الماضي على شمعة الهامر. وشمعة الهامر دي شمعة انعكاسية، ولازم يؤكدها شمعة أخرى انعكاسية أو شمعة أخرى صاعدة علشان تؤكد لينا صعود مؤقت للدولار فرانك. لكن حتى هذه اللحظة ادينا شايفين هنا في شبه إغلاقات إيجابية. طبعا شايفين هنا 3 شموع، ودي شموع الجنود الثلاثة. وال3 شموع دول يخلينا نفكر إن الدولار فرانك سيصعد خلال هذا الأسبوع، وسيصل إلى هذه المستويات اللي هي مستويات 800، حوالي 300 نقطة من السعر الحالي. وده هيكون الوصول إلى الترند الهابط الكبير جدا زي ما احنا شايفين الرباعي الارتكازات. وصلنا إلى هذه المستويات سنعني إننا يمكننا الدخول بيع مرة أخرى التزاما بالترند العام الهابط. لو حطينا الموفينج افريج 100 نلاقي برضه إن هو بعيد شوية على فريم الديلي، لكن هنلاقي ان السعر قفل عند الموفينج افريج 100 ل4 ساعات قبل اغلاق السوق. اي صعود فوق الموفينج 100 4 ساعات ده سيعني ان انا سنصل الى الموفينج ال 100 التالي، ثم الترند الهابط التالي، وخط القمم القوي جدا. اي اغلاق مره اخرى هابط او تحت هذه القناه التي نسير فيها، او اغلاق تحت مستويات 7700، اذا سيعني ان انا سنعود الى رجلنا مره اخرى للمزيد من الهبوط. هنشوف الدولار كندي ايضا يسير في اتجاه عام هابط، هابط قوي. لكن عندنا هنا على فريم الويكلي تأكد لنا ظهور 3 شموع الجنود الثلاثة، ودي شموع صاعدة. هذا يعني اننا قد نرى بعض الصعود مرة أخرى. لكن عندنا في هنا خط القناة العلوي، هنراقب إغلاق، هنراقب الواحد الصحيح، مستويات الواحد الصحيح. وكسر مستويات الواحد الصحيح هيبقى لينا دخول جيد، دخول جيد للدولار كندي، ومستويات هتكون قوية نسبيا. واعتقد ان احنا سنرى بعض الصعود للدولار كندي. زي ما احنا شايفين هنا السعر قدر ان هو يكسر الموفينج افريج 100، وقدر ان هو يكسر كمان الموفينج افريج 100 ويقفل فوقيهم اي اختبار بشكل احترافي جدا. هنستنى كسر هذا الترند، ونستنى كسر الواحد الصحيح للدخول شراء. وده سيعني اننا سنبدأ في اتجاه جديد. شايفين هنا شمعة الشهري واغلاقاتها اغلاقات انعكاسية، قد تعني اننا سنبدأ في اتجاه عام صاعد، ولكن ننتظر الاغلاق فوق الواحد الصحيح. هنيجي على الاسترالي دولار، واللي قفل شمعة يوم الجمعة بدون اي معنى، شمعة كده عبارة عن ابرة. شمعة الويكلي الأسبوع الماضي قفلت هابطة. أي نعم كان ليها ظل طويل، لكن هذا لا ينفي إنها شمعة هابطة، وشمعة قفلت تحت الترند الصاعد المكسور.
اتمنى ان يكون في صعود للاسترالي دولار حتى هذه المستويات. لو الاسترالي طلع لحد هنا مستويات الواحد 0.06، لو وصل لهنا هتبقى فرصة جيدة جدا 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 للبيع والهبوط مع الاسترالي الى مستويات متدنية نسبيا. اعتقد اننا سنرى بعض الصعود للاسترالي خلال هذا الاسبوع حتى هذه المستويات. طبعا اي هبوط واغلاق مرة اخرى تحت الموفينج افريج 200 هيبقى لدينا المزيد من الهبوط. لو وصلنا الى هذه النقطة هتكون نقطة قوية جدا، مستويات 1.06 إعادة اختبار بالإضافة إلى الموفينج افريج 100 على فريم الديلي، قد تكون مستويات جيدة جدا 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 للبيع. هنشوف الذهب. طبعا الذهب اللي انطلق زي الصاروخ خلال الأسبوع الماضي، وطبعا بيؤدي أداء فوق الراقي من فترة طويلة جدا، من أول فبراير 2009، من قبل بداية الأزمة العالمية، والذهب في صعود مستمر. قدر أخيرا الذهب إن هو يغلق فوق القناة اللي كان ماشي فيها كمان، يعني بيؤكد إن هو لازال أمامه المزيد من الصعود والمزيد من القوة. قدر يكسر نموذج صاعد علشان يؤكد المزيد من الصعود. الذهب أمامه، أعتقد إن هيكون أمامه هبوط لإعادة الاختبار والارتكاز على الترند اللي احنا راسمينه. أعتقد إن احنا ممكن نوصل لمستويات 1680، وساعتها هيكون ليه فرصة شرائية مرة أخرى من عند هذه المستويات، اللي هي هتكون مستويات إعادة الاختبار للقناة المكسورة مسبقا. سننتظر الهبوط للذهب خلال بداية الأسبوع، ثم الصعود مرة أخرى والاستمرار في الاتجاه العام الصاعد. في حالة أي كسر للهاي اللي سجله الأسبوع الماضي يبقى طبعا المزيد من الصعود. لكن إغلاقات يوم الجمعة والخميس تؤكد أو تعطي المزيد من الإيحاء إننا سنرى صعود. لو حتى رسمنا هنا على فريم الأربع ساعات هنلاقي إن الذهب برضو مكون ترند على فريم الأربع ساعات. هنا هو هنلاقي هي نفس النقط، هنا نفس الارتكازات. احنا هنا ممكن نشتري من هذه المستويات، مستويات 1675 ممكن يكون الشراء ممتاز جدا جدا من هذه المستويات. هنشوف السلعة الأخيرة معانا وهي سلعة الفضة. وزي ما احنا شايفين الفضة لازالت في ترند عام صاعد. إغلاق الأسبوع الماضي لم يكن جيدا بالمعنى المطلوب، كان شمعة تسلية قمم خضراء. أعتقد أننا برضو قد نرى بعض الهبوط للفضة حتى الوصول لمستويات 36.50، من 36 إلى 36.50 اللي هي هذه المستويات. ثم بعد هذا سيكون لدينا بعض العودة إلى الصعود مرة أخرى واستكمال الاتجاه الصاعد للفضة. برضو في لو شفنا في ترند صغير جدا على الديلي، قد يحدث ارتكاز هنا عند هذه المستويات. إذا عند مستويات الشراء الجيدة هنا، وأفضل مستوى للشراء هو في حالة الوصول إلى مستويات 36، وهو الترند الصاعد العام على الفضة. إذا زي ما احنا شايفين كتحليلاتنا العامة، زي ما احنا شايفين في بعض الهبوط اليورو دولار في بداية الأسبوع، ثم هيكون نتوقع الصعود إن شاء الله. وبعد ذلك برضو شايفين بعض الهبوط للباوند، ثم نتوقع الصعود إن شاء الله. رسمنا المستويين اللي احنا نتوقع تداول السعر بينهم. دولار فرانك بعد هذا الإغلاق نتوقع الصعود حتى هذا المستوى ثم الهبوط مرة أخرى. الأسبوعية نتوقع الصعود لإعادة الاختبار وتبقى مستويات قوية وجيدة للبيع من هذه المستويات. دولار كندي نتوقع في حالة كسر الواحد الصحيح أننا سيكون أمامنا المزيد من الصعود وأهداف علوية نسبيا للدولار الكندي. الذهب أمامنا نتوقع إعادة الاختبار للقناة الصاعدة المكسورة، نتوقع إعادة الاختبار عند هذا المستوى ثم مواصلة الصعود. الفضة نتوقع الارتكاز عند أحد هذين المستويين هنا أو هنا ثم مواصلة الصعود مرة أخرى. أحب أشكركم على حسن استماعكم، ورمضان كريم عليكم، وإن شاء الله يكون التحليل الأسبوعي أفادكم. يمكن أنا عارف إن أنا مقصر شوية في متابعة هذا التحليل
التحليل خلال أيام شهر رمضان. لكن إن شاء الله نحاول إن إحنا مع بعض كده إن إحنا نشد من أسر بعض، وإن إحنا نعود في متابعة التحليل يوميا وحصريا على منتدانا الجميل منتدى اف اكس اريبيا. أحب أشكركم على حسن استماعكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.